احنا كنا قريبين قوي. ده احنا كنا قريبين قوي. احنا كنا قريبين قوي. ما شفت، ما بحبش الخسارة. ما بحبش الخسارة. الفيديو ده كان حزين جدا بالنسبة لي. حزين مش عشان الكورة ولا المنتخب وكاس العالم، حزين عشان بيفكرك بالهزيمة العادية، هزيمة الناس العادية اللي زينا، الهزيمة اليومية اللي بتتعرض لها وتمشي بيها وتكمل حياتك. لما بتكون عايز توصل لحاجة وكل يوم تحط وقت ومجهود وتمشي خطوة ورا خطوة، وتيجي قبل آخر الطريق بعد ما شفت الحاجة وحسيت انك كنت قريب قوي، حد ياخد الحاجة من خط النهاية ويحطها أبعد، أو ياخدك انت ويرجعك لورا فيعطلك، خليك تقعد سنة كمان، سنتين، ويمكن 4 عشان تحاول تاني. الهزيمة العادية بتاعت الرجل العادي، هزيمتنا احنا اللي لما بنتعرض لها ما بيبقاش فيه جمهور يواسيك بعدها، ما بيبقاش فيه استوديو تحليلي يحلل ويقول ان كان ليك فاول، ما بيبقاش عندك حتى مساحة انك تقول رأيك في مؤتمر صحفي وتجمع الناس وتقول والله انا اتظلمت، الحكم كان ظلم مبين، ضيع مجهودي ومجهود بلد كاملة. الهزيمة العادية اللي اقصدها هي الهزيمة اليومية اللي بتبتدي من وانت صغير، من اول ما تفكر تحلم بحاجة ويجي حد يقولك مستحيل مش هتعرف تحققها، فتضطر تتنازل عن الحلم وتكمل بهزيمة مكتومة جواك او بحلم ما تحققش وتعيش بيه. او هزيمتك قدام وظيفة كان نفسك توصل لها وتاخدها بس ما حققتهاش، او هزيمتك قدام مشروع حاولت فيه وخسر، او هزيمة واحد وواحدة في علاقة ما عرفوش يكملوها وما نجحتش، أو هزيمة أب قدام رغبة ولاده في إنهم يقعدوا معاه وقت أطول ما عرفش يعملها عشان كان وراه شغل، كان محتاج يجيب فلوس، أو هزيمة أب قدام حاجة ولاده كان نفسهم فيها وما عرفش يجيبها، أو هزيمة حد قدام فرصة ترقية كان شايف إن هو يستحقها وما عرفش يحققها. الهزايم اللي لما بتتظلم فيها ما يبقاش عندك فرصة مثلا لو مديرك ظلمك تقوم عامل مؤتمر صحفي وتتكلم فيه عن ظلم المدير ده. الحكم نوفر ريفري نوفر، ظلم مبين وواضح، بيضيع مجهود بلد كاملة من أول الماتش. هو جاي علينا، مش هينفع نخرج كده كسبانين 2-0 أرجنتين، بطولة موجهة، حسب الله ونعم الوكيل. لو تعرضت لظلم ليه علاقة بمسؤول ما عملش شغله برضه مش تقدر تقول له ان هو كان غلطان او انك اتظلمت. الهزايم اللي من النوع ده اللي هي الكتير، الموضوع ده كمان خلينا نفكر ان الهزيمة ما بيبقاش طول الوقت، او الظلم مش طول الوقت ليهم الوجه القبيح الشرير المكشوف ده، يعني مش كل الظلم ظلم مبين، لا في ظلم كتير بيعدي وفي هزايم كتير بتحصل لأسباب ظلمة جدا بس ما بتبانش أصلا، وكتير بنكون احنا طرف فيها. يعني انت ممكن تكون سبب في هزيمة حد قدام حلم معين لما احبطته وقلت له انه مستحيل يحققه، ممكن تكون سبب في ظلم حد لما تحبسه في صفة قديمة وتفضل رافض تشوف نسخه الجديدة اللي بقت افضل. حد كان مقصر زمان وتفضل انت مصر ان هو هيفضل مقصر للابد. حد غلط غلطة قدامك فتفضل توصفه ان هو مستهتر وما تنصحش حد يشتغل معاه. حد شفته في الشغل وهو مرتبك فافترضت ان هو فاشل في الشغل، بدأت تقول ده وعيشته لسنين يحاول يدافع عن الصورة دي ومحدش راضي يديله فرصة، عشان وقت ما قلت عليه فاشل الكلمة اتسمعت وبقت صفة محبوس جواها. حد نسي حاجة مرة فاعتبرته مهمل للأبد. كل الحاجات دي ممكن تتسبب في هزايم للناس من غير حتى ما ناخد بالنا. الظلم حتى ساعات بيكون ظلم غير واعي، ممكن تبقى بتختار ما بين 2 على وظيفة وتختار غلط بشكل مش موضوعي، يبقى في حد هو الأكفأ للوظيفة وعنده الحاجات المطلوبة للوظيفة، بس تشوف حد تاني أشطر عشان بس تعرفه، عشان بينك وبينه أصدقاء مشتركين، عشان وقفت وكلمته مرة قبل كده وهو قال لك كلمتين حلوين فأنت حسيت بشعور جميل تجاه التطبيل ده. ممكن عادي ساعتها تختار الشخص الأول اللي انت حسيت وحتى وقتها ممكن تشوف ان هو أشطر، بس انت ما حكمتش صح، فاللي بان لك قرار بسيط ده أخر الشخص التاني اللي ما أخدش الترقية، اللي كانت الترقية بالنسبة له كانت تفرق في دخله، كانت تفرق بقى في الأقساط اللي بيسددها، كانت تفرق في إحساسه بالضغوط، كانت هتفرق في إحساسه بالإنجاز وإحساسه إنه مقصر وإنه شاطر أو ناجح أو فاشل ولا لأ، كانت تفرق في حاجات كتير قوي، وهو قرار بسيط أنت أخدته باستعجال. فمش كل الظلم أو مش كل الشر شرير قاسي مجرم درامي، لا، كتير بيبقى الشر ده ناتج عن تفاهة، بيبقى ناتج عن استعجال، بيبقى ناتج عن عبط، بيبقى ناتج عن
حد بيحكم على شخص حكم نهائي من غير ما يبص على السياق. كتير بنتسبب في هزيمة ناس بظلم صغير كده، فاولات ما بتتحسبش فبتفرق. يعني الحكم في مباراة مش لازم يظلمك بانه يلغي لك جون، ممكن فاول ما اتحسبش فيخلي في فريق كامل بيلعب هو مطمن قصاد فريق بيلعب هو خايف. الفريق اللي مطمن عمال يعمل تدخلات عنيفة وبسببها بيستحوذ على الكورة استحواذ اكبر، بسببها بيجيب جون. فاول صغير ما اتحسبش فرق في نتيجة المباريات. فاول صغير فرق في ان فريق هيكمل وفريق تاني هيمشي ويروح من البطولة. فرص كتير اتحرم منها الفريق اللي هيروح من البطولة وهيمشي ده كان ممكن يحصل عليها لو بس الحكم حسب الفاول. الحاجات بتبان بسيطة بس بيترتب عليها كثير من التفاصيل. والظلم الصغير قوي اللي ما بنلاحظوش، الظلم الصغير اللي بيبان وسط الكلام في انك تظلم حد في الحكم عليه، بانك تشوفه غلط، بانك تغفل السياق، بانك ما تديلوش حقه، بانك حتى تفترض انه ما عندوش فرصة يكون احسن. كل الظلم البسيط ده بيترتب عليه حاجات في شغل وفي حياة وفي علاقات بتفشل وبتنجح بسبب الأحكام الصغيرة اللي احنا بنقولها ببساطة على الناس دي. فكتير بتكون انت سبب في الهزيمة وكتير بتتعرض لهزيمة. فالمحصلة ان الهزيمة مرة، خصوصا لما نبقى قريبين قوي. بس المرة اكتر ان ميبقاش عندك فرصة تتكلم عنها. المرة اكتر انك تتظلم لجهل الآخرين، لأنهم ما حكموش بموضوعية، لأنهم كانوا متسرعين، لأنهم حطونا في قوالب، لأنهم ظلمونا بتوقعاتهم. مشكلة لما يكون الظلم تافه والشر تافه بس بتسبب في هزيمة تقيلة ومرة، وبعد ما تمشي طريق طويل قوي عشان توصل لحاجة تضطر تتأخر، تستنى تاني وتعيد حاجات من الأول عشان في حد بس مركزش، عشان في حد ما كانش واعي إنه ممكن يكون سبب في ظلم، وإن الظلم ده ليه تبعات على حياة الشخص اللي بيظلمه أعقد كتير من ان الشخص التافه او المتسرع يدركها. المشكلة ان ده شكل الحياة، واننا ما بنحبش الخسارة عشان الخسارة فعلا مرة.